بعد 26 عاما من الغربة، عاد محمد وأخوه عمر من ألمانيا إلى العراق في شهر رمضان المبارك، يحملان شوقا مفعما بالحنين للقاء الأهل والأقرباء، وكأن الزمن توقف عند لحظة الوداع قبل عقود. في خضم هذه الأجواء قررا القيام بجولة قصيرة في المؤسسات الرياضية لتقودهما الخطى إلى مجموعة غوفيتا الرياضية. هناك فوجئا بما شاهداه من تطور ملحوظ في البنية التحتية والخدمات، وهو ما عكس صورة جديدة عن العراق الذي تركه قبل سنوات طويلة. Meine Erfahrungen waren sehr gut. يعني أنا أول مرة أشوف هيك تجمع رياضي يشمل جميع المتطلبات الرياضية، من قاعة ألعاب الجيم، جيم رجالي وجيم نسائي. الجيم الرجالي أيضا الفيزيوثيرابي لمعالجة الحالات الرياضية الصعبة، بالإضافة إلى قاعات لكرة القدم، مسبح داخلي، مناطق للرياضة الخارجية مثلا الجري. محمد الذي اعتاد على ارتياد المراكز الرياضية في ألمانيا وجد نفسه أمام تجربة مختلفة، إذ أدهشه تنوع المرافق والخدمات في هذه المؤسسة الرائدة، حتى أنه قارنها بنظيراتها في ألمانيا ليكتشف أن الفوارق تكاد تكون معدومة، بل أن بعض المراكز في مجموعة غوفيت جيم بدت أكثر تميزا من حيث التجهيزات والاهتمام بالتفاصيل. أما عمر فقد شارك أخاه الإعجاب ذاته، وأشاد بما رآه من مستوى متقدم يعكس صورة جديدة عن الرياضة في العراق. صراحة انذهلت بالقاعة الرياضية والتجهيزات الرياضية اللي هنا موجودة، أجهزة جدا حديثة. يعني أنا أول مرة أتمرن على أجهزة تأخذ انسيابية الجسم، أحس أنه جسمي جدا مرتاح. أجهزة تأخذ مو بس الأوزان الاعتيادية، تأخذ كذلك جسم وزني، يعني أحسه همينة بالتمرين، يعني يكون التمرين صراحة انتنسيف على العضلة اللي أريد أحركها، وهذا فشي رائع طبعا. Das bedeutet, die Damen haben auch صراحة شيء متكامل. أنا كنت متفاجئ بعد تقريبا 26 سنة لزيارتي للعراق. أنا ما كنت موجود بالعراق، كنت بألمانيا، وشفت فشي جدا مميز. يعني إذا أقارن هذا الشيء بالقاعات الرياضية اللي موجودة بألمانيا، يمكن هناك تكون بناية واحدة تحتوي على قاعة رياضية فقط، ماكو هيك تنوع بالألعاب وبالقاعات الرياضية. صراحة فشي يعني أذهلني هذا التنوع، المساحة الكبيرة، الترتيب، التنظيم. لم تكن زيارة محمد وعمر لمجموعة غوفيت جيم مجرد تجربة رياضية عابرة، بل مثلت رمزا لعودة الروح إلى الوطن. لقد اكتشفا أن العراق الذي غادراه قبل عقود بات اليوم قادرا على منافسة أرقى المؤسسات العالمية، وأن الرياضة فيه أصبحت جسرا يربط المغترب بجذوره ويمنحه شعورا بالفخر والانتماء. أحمد الحسيني، آسيا تي في، النجف الأشرف.